مبدئيا كده مبروك علينا الصعود او تقريبا ضمان الصعود بنسبة 99.9%. الماتشين اللي فاضل لك فيه وعايز منهم نقطة واحدة. هتلعب تقريبا اضعف فرقتين في المجموعة، او خلاص هي الفرقة الوحيدة اللي في المجموعة اصلا بوركينا فاسو. الماتش عدى الحمد لله. مش هتكلم كتير عن الماتش، انا عايز اتكلم عن الهالة اللي حوالين الماتش، سواء بقى من اعلاميين او نقاد او مدربين بيحللوا او ايا كان. عايز اتكلم في كام نقطه كده. والله انا بحب حسام حسن، هحاول على قد ما اقدر احط حبي ليه على جنب، ان انا ايه زي ما بنقول كده يعني ما اطبلوش في الكلام، هشيلها على جنب وهتكلم بشكل عام يعني. بس قبل ما اتكلم في النقطه دي يعني خلينا نتكلم كلمتين عن الماتش. حسام حسن بدأ بتشكيله غريبه كانت مفاجاه للناس كلها، بيلعب ناس في اماكن غريبه. هاني مثلا ان هو يلعب مساك تالت او مساك تاني قدام الليبرو اللي كان رامي ربيعه اللي عامل العمق. دي كانت غريبه. بس ده واحد من احسن الماتشات اللي احنا كاهلاويه متابعين هاني شفناه. لهاني بقالنا فتره طويله جدا مصر ما كانتش بتخاطر، ما كانتش بتدوس، ما كانتش بتلعب على المكسب بنسبه كبيره. دي كانت باينه في الماتش. ما كانتش قادره تاخد الريسك، او حسام حسن ما كانش قادر ياخد الريسك ويجازف ويروح يجيب الماتش او المكسب. دي كانت باينه، كان عليها علامات استفهام، بالذات ان في بعض فترات الماتش بوركينا كان بان ان هي مستسلمه. عملت علينا خطوره، راحت بكام هجمه، كان في سرعات، بس كانت فرقة تحسها متحجمة إلى حد ما. التبديلات اللي الواحد برضو عليها علامات استفهام كبيرة من بالنسبة لحسام حسن. يعني مثلا أنا في الماتش اللي فات قلت هو بدايته بأسامة فيصل قدام أثيوبيا. هو لو حابب يجرب بين مصطفى وأسامة، أو لو عايز يدي أسامة فيصل ثقة، هيديله فين غير ماتش أثيوبيا؟ وأكيد الماتش الجاي بتاع بوركينا فاسو ده بتاع مصطفى محمد. لكن كلامي طلع غلط تقريبا بنسبة كبيرة. مصطفى محمد بالذات بعد يعني هو انه يبتدي بصلاح ومرموش، هو ليه فكر عايز يلعب على السرعات في ظهر ان احنا نسحب الفرقة او نلعب على التحولات بتاعة مرموش وصلاح. دي فكر قرار ليه هو اخده. لكن لما مرموش يتصاب العب باسامه فيصل مش مصطفى محمد. هي دي اللي بينت ان لا ده تقريبا الراجل شايل له، او حسام حسن شايل له الموقف اللي كان عمله من ماتشين ثلاثة لما طلعه في الشوط الثاني. وهو طالع كده شتم كام شتيمة، حاجة مش مقبولة طبعا. بس يعني انا اصلا يعني هي حاجة مش مقبولة من مصطفى محمد، ولا هقول يعني عشان الشتيمة دي، لان انا شفت ناس بتقول كده يعني عشان الشتيمة مصطفى محمد هيفضل مش عارف ايه. وميدو يقول لك انا صعبان عليا مصطفى محمد اللي قاعد عشان خاطر اسامة فيصل اللي بيلعب في الدوري الفرنسي، قاعد لواحد بيلعب في البنك الاهلي، كلام كتير مش مفهوم. انا ضد فكرة ان واحد يبقى يعمل تجاوزات او واحد يعمل مشاكل في اوضه اللبس سواء في المنتخب او في النادي. واحد مش ملتزم بكلام المدرب قدامه حل من اتنين، يا اما يمشي يا اما يسمع ويرضخ لكلام المدرب. ما فيش حاجه اسمها اطلع شتمت ولا اطلع. تهيألي كنت اتكلمت عليها في الحلقه بتاعه الماتش دي، انا فاكر كويس لما قلت انت مش كل ما هتطلع هتلوي بوزك يعني. فانا ضد دي تماما يعني. مش ببرر، مش بدي مبرر لمصطفى محمد، ولا بقول اللي عدى عدى خلاص وسماح. نفس الكلام قلته على امام عاشور قبل كده، مع ان انا اهلاوي، بس قلت نفس الكلام على امام عاشور مع حسام حسن لما طلع امام عاشور واتريق وقال يا جماعه انا مش نيجيري وبتاع. قلت يا باشا يقعد عادي خالص مفيش اي مشكله، لان انت ما بتلعبش لكونك مصري فهناخدك. لا، انت تيجي وتنضبط و بعدين ناخدك. احنا بناخد الصفوه بتاعه البلد، اللي بيلعبوا بره واللي بيلعبوا جوه. نرجع بقى لمصطفى محمد. عتابي على حسام حسن ان انت لا، لو انت فعلا قاصد تعلمه الادب او تديله درس، لا يا باشا انت تجيبه وتقول له يا باشا انا زعلان منك في واحد اتنين تلاتة، او مش زعلان، انت غلطت في واحد اتنين تلاتة، ودي عندي حاجة لا تغتفر. عقابك هتبقى تقعد على الدكة 3 4 ماتشات، عقابك هيبقى كذا، عقابك هيبقى كذا. او يا عم لا، يبقى توبيخ والراجل يعتذر وينزل الماتش. اللي اقصده يعني تتلم ليه في النادي. انت لازم يا حسام حسن تفارق بين اسلوبك في التعامل مع اللعيبه في النادي والمنتخب. بمعنى في النادي لما لعيب انا مع انك تعاقب الاتنين، لو هتوصل لانك تمشي ما عنديش اي مشكله. واحد تجاوز يمشي ما عنديش اي مشكله لو نجم الفريق، انا مع المبدأ ده. بس انت في النادي يا باشا ملزم على اللاعب ده. الراجل ده مكمل معاك السيزون، وهو خارج في ماتش عمل مشكله قعدوا على الدكه، ما يتلعبوش، اديله 5 دقايق مش عارف ايه، اعمل اللي انت عايزه لانك لابسه سنه كامله. لكن في المنتخب الوضع مختلف تماما، انت اللي جايبه، فانت مش جايبه عشان تأدبه، ولا انت جايبه عشان لو اتزنقت فيه ينزل وفاكس الدرس، خايف تديله الدرس من بعيد، ولا خايف ما الدنيا تتقلب عليك. لا، انا بصراحة مع انك تجيبه لان احنا محتاجينه. ويا باشا انت عملت واحد اتنين تلاتة، دي ما تحصلش تاني. عقابك هتقعد ماتش والراجل ده ينزل، ولو حصلت منك تاني مش هتستدعيك لأي معسكر وخلصت. لكن تجيبه وتعمل فيه زي ما بتعمل مع لعيب النادي، ده غلط تماما، لان ده منتخب انت اللي جايبه.
هو انت مش مجبر عليه. مش عاجبك، عمل حاجه مش عاجباك من الاول، يا باشا مشيه. انت اللي بادئ المعسكر وقلت يجي، فملهاش اي لازمه اللي بيحصل ده. دي بالنسبه للنقطه دي. الماتش عدى بحلو وبمره، مش متفق تماما مع حسام حسن في اللي عمله او في القرارات، كل القرارات اللي عملها، بس انا هروح لحته الهاله اللي حاصله على حسام حسن او اللي حاصله على المنتخب في الماتش ده، سواء كلاعيبه او ك حسام حسن وفكره يعني. هي في الاول وفي الاخر كرة القدم دي ايه؟ يعني المدرب، انت فاكر المدرب ده ايه؟ هل كرة القدم دي ليها 1 2 3 لازم يتعمل؟ لا خالص. كرة القدم اكنك، مش هقولك بترمي زهر، خلينا نبسط المثال، اكنها ضربة جزاء. الحارس بيقول انا هترمي شمال، اللاعب بيقول انا هترمي يمين. في لاعب بيحاول يقرا تحركات الحارس، وفي حارس بيحاول يقرا تحركات اللاعب. وفي الاول وفي الاخر توفيق وعدم توفيق في اختيارك للقرار بناء على بعض الحاجات اللي انت درستها او اللي انت فكرت فيها. ده بيتحرك كذا فانا هترمي كذا، او لا انا هقفل دي عشان مش عارف. هي في الاول وفي الاخر انت طريقة بيبقى عندك شوية معطيات بتحللها، بتشتغل عليها، بتحط خطة اللي هتخرجك من الماتش بناء على التارجت اللي انت عايز توصل له. تمام كده؟ تمام. حسام حسن رايح الماتش ده عايز منه ايه؟ دي بتاعته. هتقول لي يعني ايه بتاعته؟ مفيش حاجه اسمها كده. هقول يعني هو كمدرب، انا اللي ماسك الفرقه، انا بقول، وانا مش مع دي، تمام، بس انا بس بفهمك ان هو حتى لو انا مش معاها انا لازم التزم الصمت واتقبلها. هو مدرب بيقول انا فاضل لي 3 ماتشات، دي الفرقه اللي بتجري ورايا. لو انا اتعادلت معاها مثلا يعني، لو انا اتعادلت معاها وعطلتها وخدت النقطه وانا ما خسرتش نقط وما دخلتش في دايلامه الحق اتعادل لا يكسبونا لا ده يخسر هناك واطلع مسالم، هيفضل لي اضعف ماتشين في المجموعه، اكسب ماتش منهم كفايه كده، ما اكسبش كمان، اتعادل ماتش منهم كفايه كده. هو فكر بالطريقه دي. هل نلومه؟ ما تقدرش. هل تغلطه؟ ما تقدرش. ليه؟ لانه في الاخر هيوصلك للنتيجه اللي انت عايزها. لكن لما بقى الخطه اللي هو حاططها دي ما تمشيش نلومه، او نلاقيها مش ماشيه نلومه، يخسر ماتش من الماتشين اللي جايين، يخسر الماتشين اللي جايين، ما نصعدش كاس عالم، نلومه ساعتها. هتقول لي هو احنا لسه هنستنى؟ يا باشا هنستنى، لازم تستنى. هتعمل ايه؟ ما انت عشان تشوف النتيجه، انت كلامك عليه دلوقتي مش هيفيد بحاجه. ده بالنسبه لفكره ان ايه، حاجه في الاساس كده عايزين نحطها عشان نتكلم فيما هو قادم. يعني ان الفكره هي في الاول وفي الاخر الراجل بيقرا هو عايز ايه ويعمله. هتقيس على نفس الكلام طريقته في لعب الماتش. مفيش حاجه اسمها انت كان لازم تلعب 4-4-2 وانت كان لازم تلعب 4-4-3. انت تقول الطريقه ما كانتش عاجباك او الطريقه كانت عاجباك، ليه؟ ده وحش، ده كويس، ده عمل اللي عليه، ده ما عملش اللي عليه. مفيش حاجه اسمها انت كان لازم. يعني هل ماتش بوركينا فاسو في بوركينا فاسو بيتلعب 4-4-2 ولا 4-3-3؟ لكن ماتش السنغال في السنغال بيتلعب 3-5-2. هل في كتاب بيقول كده؟ مفيش حاجه اسمها بتقول كده. هو الراجل قرا الماتش وشاف بوركينا فاسو عندها سرعات في هنا، عندها سرعات في هنا، تتميز في كذا، فانا هقفل بده وده، هعمل ده. انا مش بحلل كماتش، انا بتكلم دلوقتي بشكل عام، ماشي؟ فهو اختار ان طريقته تكون كده، الطبخه بتاعته تكون كده. خرج بالماتش لبر الامان، خرج بيه لبر الامان 100%. التعادل كافي، التعادل كافي. انت كنت طبعا في مكسب، قسما برب العزه ان حسام حسن لو كان فاز الماتش ده، كل الناس اللي هو رضا عبد العال وامثاله يعني، كل المحللين وكل الناس اللي بتنتقد وكل الناس اللي بتشتم على الفيسبوك كانت قالت ما لازم يكسب، ما لازم يكسب. هو ايه ده؟ انت عايز تخسر من بوركينا فاسو وانت عايز ما تكسبش بوركينا فاسو؟ ما لازم يكسب، ده مش مقياس. نفس الكلام بيتقال على حسام حسن على مدار المجموعه اصلا. انت الماتشات اللي كسبتها دي وان احنا صعدنا افريقيا، انت صعدت عشان الفرقه سهله، وانا متفق معاك ان الفرقه سهله، بس انا اللي انا اقصده ان انت بتنتقد من باب الانتقاد، مش عشان حسام حسن، لا، عشان انت حابب تنتقد. انت بتحب تنتقد عامه، انت بتحب تنتقد. يعني تقييمك للكوره مبني على ان انا هقف الناحيه التانية. انا ما ينفعش اقول على الراجل ده كويس لان انا ما اقدرش اقول هو كويس في ايه، لكن انا هقف الناحيه التانية واقول ده وحش، ده هيخسر، هنطلع من افريقيا بفضيحه، هنطلع من كاس العالم، مش هنصعد كاس العالم، ولو صعدنا هنبقى حصلت كاس العالم. انت كده هو ده اللي انت بتعرف تقوله. لكن انت تطلع تقول الراجل كويس عشان في 1 2 3 لكن ينقصه 7 حاجات، ما تقدرش تعملها. تعرف بس تنتقد. زي نفس الناس اللي طالعه بتتكلم، انا شفت بوستات دلوقتي عن كيروش وايام كيروش وجبنا وحولنا من هنا لهنا. يمين الله ان الناس دي انا كنت بشوف لها بوستات ايام كيروش بتشتم فيه، وان احنا وصلنا لكده، وان هو ده اللي ماسكنا، وهو ده اللي هيعمل وده اللي هيسوي. بس احنا دايما بنحب
ننتقد الحالي ونقارنه باللي فات، ان الحالي ده ما بيفهمش. كيروش اللي وصلنا النهائي، اللي الناس كانت بتقول عليه وصل النهائي بالحظ وبضربات الجزاء، دلوقتي بتقول ولا يوم من ايام كيروش اللي كان وكان وكان. نرجع للحقبه الزمنيه او للفتره اللي ما حدش فينا مختلف ان كان منتخب مصر احسن منتخب لمصر كان في الفتره دي، اللي هي بتاعت حسن شحاته. ارجع بقى لكل الفيديوهات بتاعت النقاد والرياضيين وانت شخصيا كنت بتقول ايه على على حسن شحاته في فتره التصفيات اللي هي نفس الفتره دي، سواء تصفيات كاس العالم او تصفيات افريقيا. التصفيات مش البطوله. كنت بتقول عليه ايه؟ والله ما هنروح. 2006 البطوله اللي خدناها قبل البطوله كنا بنقول ربنا يستر هنتفضح على ارضنا. خدنا 2006 قلنا على حسن شحاته اللي بنرفع له القبعه لما بس اسمه يذكر، قلنا عليه ايه؟ كسبها بسر الدعاء والسجده، وعشان الارض والجمهور والكف طبل لنا. تمام. دخلنا تصفيات 2008 كنا بنعرج في التصفيات، تصفيات افريقيا مش كاس عالم، بنعرج. وصلنا بالضالين واتقال عليه ايه؟ ده اسلوب ولا ده منهج؟ اقسم برب العزه هتروح تشيل قته في 2008 وهنخرج من دور المجموعات. نزلنا 2008 تك تك تك، بقينا نرفع له القبعه ونقول له شكرا. جينا 2010 قلنا بس يا باشا، بس قبل ما نوصل 2010 في التصفيات كنا فضيحه برضه، كنا فضيحه في التصفيات وبنعرج. وصلنا 2010 قلنا يا باشا نبقى الحصاله وخدناه. وفي الاخر اتقال على حسن شحاته خدها برضه ايه؟ بسر الدعوه والسجده، ومعاه وجوزيه هو اللي عامل له الفرقه، شويه كلام اهبل كده. دلوقتي بنقول عليه احسن فتره في فترات المنتخب كانت حسن شحاته. احنا ما بنعرفش نبص على التفاصيل، احنا بنبص على الصوره كامله. منتخب مصر وانا اعترف بده عمرنا ما كنا كويسين في التصفيات. لو بتلاعب مين؟ لو بتلاعب انا واصحابي، لو مصر بتلاعب انا واصحابي هتعقرب، الماتش هيعقرب عليهم. لو مصر بتلعب البرازيل الماتش هيعقرب. في التصفيات مصر زي الزفت. بنخش البطوله وده اثبتناه حتى مع المدربين الوحشين، حتى مع المدربين الوحشين اثبتنا ان احنا لما بنخش البطوله الوضع بيبقى مختلف. بمعنى عايزك تقيم حسام حسن بفترته في كاس افريقيا. هتقول لي وانا هستنى؟ ما غصب عنك تستنى، ما احنا وغصب عني، ما احنا هنعمل ايه؟ غصب عننا الراجل ده هيمسكنا في كاس افريقيا. نقيمه هو بقى ينفع ولا ما ينفعش في اجواء البطوله دي، ساعتها نشوف الراجل ده كويس ولا لا. عشان حسن شحاته اللي انت بتقارن بيه وكروش اللي انت بتقارن بيه والله العظيم انت كنت مقتنع بيهم في الفترات اللي زي بتاعت حسام حسن دي. اللي انا اقصده خليك فير وانت بتتكلم عن الراجل، ما تتكلمش بالحب والكره. انا كل اللي انا قلته نص كلامي كنت بنتقد في حسام حسن دلوقتي، وانا بقول ان انا بحب الراجل ده. تمام، بحبه كمدرب، انا بحبه، انا حبه، مالكش دعوه. انت ما بتحبوش انت حر، لكن عايزك تبقى فير وانت بتقيمه. عامه فصص الموضوع من اوله لاخره. الراجل نافع في كذا، مش نافع في كذا، يمتاز بكذا، مش يمتاز بكذا. انتوا قاعدين الناس قاعده تذكر له بوستات يقول لك محمد هاني اللي ما بيلعبش في مش عارف ايه لعبه ومساك، واحمد عيد، احمد عيد ده احنا كنا بنغني بيه في الاولمبياد. ها، احمد عيد اللاعب اللي مش عارف ايه جابه من على الدكه وحطه فين. اسامه فيصل اللاعب اللي ما جابش ولا جون. طب كروش لما جاب منعم وجاب عمر كمال، اللعيبه دي ما كانتش بتلعب في انديتها وما كانتش معروفه و دلوقتي بنتغنى بكروش منقذ اللعيبه وكاشف النجوم ومش عارف ايه. طب يا جدعان ما تسيبوا الراجل، يعني هي فارقه معاك في ايه انه ياخد ده ولا ما يلعبش ده ولا يلعب ده؟ هل انت كده فاهم؟ هل انت كده فاهم؟ انا ممكن في بعض الاحيان اقول له انت ليه خدت ده وليه ما خدتش ده، بس ما بقولش عليه مدرب فاشل، ما بقولش عليه مدرب لازم يمشي، هو ده قراراته. يعني انا مثلا عاشق لحاجه اسمها حسام غالي. حسام غالي ما راحش كاس العالم. عمري ما اتكلمت على كوبر وقلت الله يخرب بيته ده فاشل ده ما خدش حسام غالي، مع ان انا شايف ان دي قرار غلط انه ما ياخدش حسام غالي. بس في الاول وفي الاخر هو صاحب الليله، هو صاحب المركب. انا هركب دول وهسيب الباقي، وبدول هعدي بالمركب البر التاني. هنشوف بقى غرق هنعاتبه، ما غرقش لما يوصل هناك ما عادش فينا يقدر يفتح بقه، هنعمل ايه؟ هو خد القرار ده ومشي بيه. كوبر لما ودانا كاس العالم هل حد فينا كان حابب طريقه لعبه؟ لا طبعا، بس ودانا كاس العالم. حد يقدر يفتح بقه؟ محدش يقدر يفتح بقه. في كاس العالم لما اخفق قدرنا نفتح بقنا، ليه؟ لانها غرقت. فطول ما هي ماشيه ما تفتحش بقك، ما تعملش ان انت الفزلوكه الفاهم. اه، انت بتنتقد عشان تنتقد. كسب، ده الفرقه اللي بنقابلها تعبانه. خسر، وبص والنبي خسران ولعبك واختياراتك مش عارف اتعادل، انت مش عارف ايه. شوف هو المفروض عايز ايه، شوف هو المفروض عايز ايه من الماتش عشان تعرف تقيم او عشان تعرف تحكم. هل هو خسر؟ لا ما خسرش. ومع ان لو كان خسر من بوركينا فاسو عادي تماما تماما،
انا شفت بوست كان بيقول لك مشوا حسام البدري، بيذكر المدربين اللي اتظلموا، مشوا حسام البدري مع انه ما خسرش ولا ماتش عشان يجيبوا لنا بعدها مش عارف مين، ويجيبوا لنا بعدها حسام حسن اللي ماسك دلوقتي. طب ما اخويا حسام حسن ده ما خسرش ولا ماتش، ما خسرش ولا ماتش رسمي، عايزه يمشي ليه؟ لما انت الريفرنس بتاعك ان حسام البدري، على حسام البدري انه ما خسرش ولا ماتش، طب ما ده ما خسرش ولا ماتش، يمشي ليه؟ خليك فير، خليك فير، وعشان نحتفل بكاس العالم واحنا نفوسنا صافيه كده، ماشي؟ ايوه الكلام ليك انت. بس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو، استنوني ان شاء الله الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله.